قال آية الله حسين الراضي أحد أشهر علماء الإحساء المعاصرين: الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ليس بلعان. وكيف يكون لعانا وهو قد نهى المسلمين في روايات عديدة عن أن يكونوا لعانين؟ وكيف ينهي عن شيء وهو يفعله؟ أوليس ذلك طعنا في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وقدسيته؟ فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بذل الغالي والنفيس لأجل أن يستألف الكفار بالأموال الطائلة، فيعطي بعضهم 100 ناقة من الإبل حتى يقربه أو يدنيه إلى الإيمان، أو على الأقل يتقي شره. فكيف يستعمل اللعن في حق الآخرين وينفرهم ويبعدهم عن ساحة الإسلام ومعاشرة المسلمين؟ هذا كله في غير المسلمين، فما ظنك بالمسلمين لو استعمل نبي الرحمة في حقهم اللعن والدعاء عليهم بالإبعاد عن رحمة الله؟ ألا يكون ذلك تنفيرا لهم عن الإيمان والوحدة والانسجام؟ وما ظنك بهم لو جعل النبي صلى الله عليه وآله لعن بعضهم على بعض من المفاهيم الدينية المقدسة المرغوب فيها؟ ألا يؤدي ذلك فيما بينهم إلى الفتن والأحقاد والعداوة والبغضاء والحروب الطاحنة، ثم تمزيقهم إلى فئات متناحرة؟ ثم قال آية الله الراضي: إن أدب أمير المؤمنين عليه السلام وسيرته هو عدم اللعن حتى لأعدائه الذين يقاتلونه ويقاتلهم. أوليس من يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعان يجعله أقل من سائر المؤمنين من الناس المدعوين لأن ينزهوا أنفسهم عن اللعن للآخرين؟ بل وينبغي لهم أن يترفعوا عن الدعاء على من يخالفهم. فما هذه الرحمة للعالمين جميعا، والتي وردت أنه رحمة لكل الموجودات الحية حتى الحيوانات والنباتات؟ فهل الذي يتصف بصفة اللعان ويدعو على كل من خالفه وعاداه أن يبعده من رحمة الله ويحل عليه غضبه هو رحمة للعالمين؟